يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم النهارده انا هتغدى ايه. طبعا انتوا عارفين اهو، شكل الاكل باين يعني. انا لقيت عندي في التلاجة كده شويه بواقي اكل وكده للولاد. قلت ايه النهارده نمشي حالنا كده، يعني مش لازم كل يوم طبيخ 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 واقف في المطبخ واجهز اكل. وبعدين انا بصراحه نفسي مش رايحه لاي حاجه، يعني حاسه كده ان انا عايزه اكل حاجه حرشه، حاجه كده تفتح نفسي. فما لقيتش احسن بقى من الفسيخ. لقيت عندي فسيخه كده في الفريزر، طلعتها ونضفتها زي ما انتم شايفين. بس شايفين اللحم؟ شايفين اللحم بتاع الفسيخه عامل ازاي؟ دايب ولونه عامل ازاي، زبده ومربى يا جماعه. مش عايزه اقول لكم الروعه في طعم الفسيخ. وما انساش بقى البصل الاخضر، وادي الجرجير والخيار. ولقيت عندي بقى ايه شويه قرنبيط في التلاجة. كانوا كنت عامله قبل كده قرنبيط، وكان باقي شويه دول فسبتهم في الخلطه بتاعته. فطلعتهم النهارده كده ايه برضو ايه حمرته كده، وعملت برضو شويه بطاطس. ومعايا بقى العيش، جايب عيش اسمر. وايه هاكل بقى الاكله دي. احلى اكله ممكن تفتح نفسي لاي حاجه، الفسيخ والبصل والبطاطس، اكله تحفه. وعايزه اقول لكم بقى انا محتاجه بعد الاكله دي بقى ايه فوار، يعني عايزه فوار كده يفور الاكله دي. ادعولي بقى الاكله دي كده تنزل بسلام. وطبعا هجيب ليمون دلوقتي علشان انا بحب احط كده ليمون على الفسيخ كده وانا باكله. وقولوا لي بقى النهارده اتغديتوا ايه؟